مرحبا بكم الناس الكل على قناة تونس اب. باش نحكيو اليوم على الفيديو اللي عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو طرد التلميذة نور عمار اللي تبلغ من العمر 17 سنة بسبب تنزيلها فيديو على الانترنت تتطاول فيه على استاذها الممثل مهذا برميلي بعد ما وجه لها كلام لا اخلاقي داخل القسم حسب ما قالت هي. شنو قال بالضبط مهذا برميلي لتلميذته، وكيف كانت ردة فعل والدتها على الكلام الاستاذ مهذا برميلي؟ أصدقائي، قبل ما نكملوا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا كل، وما تبخلوش علينا بدعمكم بإعجاب. باش نحاول في ساعة نلخص لكم الحكاية ومن بعد نعديكم فيديو شنو قال كل واحد فيهم بإيجاز. الحكاية وما فيها إنه التلميذة هبطت فيديو تشتم فيه في أستاذها هذا برميلي بسبب إنه كان ينعت فيها بكلمة الخلفية بصفة متكررة قدام التلامذة بطريقة فيها نوع من الإيحاءات حسب ما قالته التلميذة. وفي السياق هذا ولدت التلميذة تتدخل في إحدى الإذاعات وتقول أن ابنتها تشنجت برشا بعد ما ضحكوا عليها التلامذة في القسم بسبب الكلام اللي قاله لها أستاذها هذا برميلي. وفي فكرة سامي الفهري هذا برميلي صرح وقال أنه يقبل الاعتذار من تلميذه بعد يسار الكل. للعباد اللي مغرومة بسيم هذا برميلي اللي يمثل في النوبة والحرقة، اللي هو جاسني قري في المعهد متاعي في ليسي العمراء وخرج من أعز الأساتذة وخذا بلاصتو. يعني كان عنا أستاذ ياسر محلاه وخرج وخذا هذا اللي ما يتسماش بلاصتو. ولا أنا ينعتني في وسط القسم الخلفية تعرفوا اللي عندها برشا معاني. خلفية كيما تنجم تكون الحاجة ذيك اللي ما نحبش نقولها، كيما تنجم تكون برشا حاجات. أما أنا باش نقول لكم على حقيقة الإنسان هذا اللي تشوفوا فيه في التلفزة، في برشا عباد يقولوا انتي شكونوا هذا، واللي تشوفوا فيه في التلفزة اللي هو راهو الصفر، إنسان الصفر غاد تحت الصفر، لا كاركتير لا أخلاق لا حتى. وهينة قتل ساعتين يا ماما، يقعد ويدور ويعمل بصبعه تحت الخلفيه. ما عرفتش بون الخلفيه راه عندها برشا معاني. انا نحكي لك هي صغيره كيفاش فهمتها وكيفاش ضحكوا عليها، السيتياسيون تاعها هي وعمرها والصغار. وانت تعرف جيل توا موروث ومغروم بالتيك توك وبالحكايات هذيا والتواصل الاجتماعي. تنجم بنتي خرجت قال لها مخها ما تسكتش انت. يعني انا نتمنى لو كان ثم قانون استثنائي انه غدوه ترجع تقرا في معهد اخر وترجع تقرا في معهد بتاعك. نخرج انا بكل حب.